السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم معايا في قناه ناديه نونو. مرحبا والف مرحبا. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم الكالامار معمر بالروز اللي تيجي شهوه منه. وصفه سهله مهله وتجي همويه، والمذاق يا سلام يا سلام، وتتوجد في اسرع وقت. تنتمنى تتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. غير الا وصلتوا حتى لهنا ما تنسونيش اخواتاتي واحد اللايك في هذا الفيديو فضلا وليس امرا، وكذلك شي تعليق يكون زوين بحالكم، والبارطاج تاع الوصفه. ودابا ما نطولش عليكم، ندوزو نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. بسم الله وعلى بركه الله. اول حاجه عندنا الكالامار على حسابيه عدد الاشخاص، تيكون مغسول ومنقي كما تشوفوا معايا. تنغسلوه مزيان مزيان وتنحيدوا له واحد البلاستيك اللي تتكون لداخل. المهم البنات، غادي ناخذوا هذوك الرجيلات تاع الكالامار وغادي نشدهم وغادي نقطعهم طريفات صغار كما تشوفوا معايا. وعندنا هنايا واحد البصله اللي تتكون كبيره مشلضه، واربعه الفصوص تاع الثومه، والرز اللي تنكونوا سالقينه، والزيتون والمصير، وواحد جوج مطيشات تنكونوا حاكينهم في الحكاكه. ودابا غادي ناخذوا الطاجين، غادي ندير فيه ديك البصله اللي تنكون شلط، يعني بصله كبيره اولا جوج بصلات، غادي نشلضوهم مزيان مزيان. وغادي نضيف لهم دوك جوج تاع الطماطم اللي تنكون حكيتهم في الحكاكه، وغادي نحك عليهم دابا اربعه الفصوص تاع الثومه. هاد الوصفه يا البنات راه ساهله ما لا تتوجد في اسرع وقت، ولكن راه تجي همويه والمذاق ديالها يا سلام. تنتمنى تتبعوا معايا الطريقه باش ان شاء الله الا درتوها غادي تعرفوا اشنو كليتو. عرفتوا راه اللي دخل عندكم غادي يعجبكم. وهاد الاكله تنديروها غير مره يعني بحال شي شهيوه. المهم غادي ناخذ غير اللب تاع داك الحامض المصير، غادي ناخذ منه غير اللب فقط، وغادي نخلي القشور للتزيين. صافي البنات، انا خديت هذاك اللب تاع الحامض نص حامضه مصيره، وغادي نضيف لهم دابا التوابل. غادي نضيف الملحه على حسب الذوق، وغادي نضيف شويه تاع الفلفل، وغادي نضيف الخرقوم، وغادي نضيف سكينجبير، وشويه تاع الكمون والتحميره. وتقدروا تضيفوا حتى الهريسه اللي تيبغي الحار. المهم انا ما ضفتهاش على حسابيه الوليدات ديالي ما كيبغيوش ليا الحار. وغادي نضيف شويه تاع زيت المائده. المهم قياس نص كاس تاع زيت المائده. ولا كانت عندكم زيت الزيتون من الافضل ومن الاحسن، راكم عارفين البنات دابا زيت الزيتون ولات غاليه، هذاك الشيء باش ما استعملتهاش. دابا غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان مزيان، ديك البصله وديك المطيشه ودوك التوابل والثومه حتى كينسجموا ليا، وغادي نديرهم فوق النار. غادي نخلي هذا الطاجين يتشحر ليا مزيان مزيان، وغادي ندوز باش نكمل معكم الوصفه. غادي ناخذ داك الرز اللي سلقت، وغادي نضيف ليه دوك الرجيلات تاع الكالامار اللي سلقتهم حتى هما في الماء وشويه الملحه، وغادي نضيف لهم شويه تاع الربيع القزبر والمعدنوس. ودابا غادي نبدا نضيف التوابل. غنضيف التحميره، الملحه، البزار، الخرقوم. هادو هما التوابل اللي غنضيف. ما غاداش نضيف الكمون البنات، وغادي نضيف شويه تاع الزيت. الكمون ما كنضيفوش على هذا الرز، تنديروه غير في الطاجين فقط. وغادي نخلطوا هذا الرز مزيان مزيان حتى كيندمجوا لنا دوك المكونات مزيان مزيان البنات. علقوها بيديكم، عرفتوا هاد الشرموله ولا هاد الحشوه هادي تتجي غزاله 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 وبنينه بنينه بنينه منها شي ما كاين. تقدروا البنات هاد الحشوه ماشي ديروها غير في الكالامار، تقدروا ديروها في شحال من حاجه. ودابا غادي ناخذ داك الكالامار وغادي نبدا نعمر فيه. غادي ناخذ واحد المعلقه كما تشوفوا معايا، وغادي نبقى نعمر غير بشويه بشويه. المهم انا تنعمر وانا تندك. غادي تبقاي تدكي يا اختي لداخل باش يعمر مزيان مزيان، وقد ما عمرتيه قد ما مزيان. المهم الكالامار راه تيزيد يتنفخ فاش يبدا يطيب. فاش تعمريه راه تيزيد، فاش تحطيه هكا في الطاجين اولا في شي مقيله ولا شي حاجه راه تيزيد يتنفخ. بعض المرات راه تيتفرقع. فلهذا ما غاديش نعمروه حتى الفم مزيان، غادي نعمروه غير القياس، ولكن غندكوه في الداخل بحال هكا يا البنات. وغادي نخليهم. المهم غادي نبقى نعمر بوحيده 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 حتى كنكمل الكميه اللي عندي تاع الكالامار. المهم راه الكالامار راكم عارفين الثمن ديالو شويه تيكون زايد. غادي نديرو كل فرد تنعطيو كل شخص ياخذ كالاماره.
المهم على حسب عدد الاشخاص اللي عندكم في الدار ديالكم، على حسب وليداتكم اولا الضيوف ديالكم. المهم هاد الوصفه راه تقدروا تقدموها حتى للضيوف البنات، راه شي حاجه اللي هي همويه، شي حاجه اللي زوينه وتتجي المذاق يا سلام. وكذلك تتجي ديك لاصوص ديالها مضغمره وغزاله. المهم غنبقى بهذه الطريقه حتى غنسالي هاد المكونات كاملين، هاد الكميه كامله، وغادي نجيب الكوردو. العويده تاع السنان البنات هما باش نسدوها، تنبقاو بشويه بشويه هكا تنتكو داك العود تاع السنان في الكالامار حتى نسدو لها الفويم ديالها باش ما تيخرجش لنا داك الروز. طريقه ساهله يا البنات. كاين شي اخوات تيخيطوها، لا البنات ولا ما تضلوا تخيطوا، راه غير العود تاع السنان راه كافي. غير تشدي راه تيدخل داك العود تاع السنان فهاد سميتو، يعني ساهل، غير تيبغي شويه الخاطر. المهم غادي نبقى بهاد الطريقه هادي، والطاجين ديالنا راه حتى يتشحر فوق النار. غادي نبقى نعمر بوحده بوحده حتى كنساليهم كاملين. المهم البنات غتبقاو معايا حتى نساليهم ان شاء الله، وغادي نكمل معكم الوصفه. المهم بعد ما تنساليوهم كما تشوفوا معايا انا تنعمر فيهم، ومره مره تنحل الطاجين تنحركو هكا كما تشوفوا معايا، باش ضروري البنات غادي نخليوه حتى كينشف من داك الماء، يعني داك البصيله وديك المطيشه حتى كينشفوا تماما. ودابا بعد ما عمرت هذوك الكالامارات كاملين البنات كما تشوفوا معايا، يعني وسديتهم بالكوردو، غادي نحلو الطاجين بعد ما تلقاو تشحار ونشف من الماء ديالو. شوفوا البنات، يعني حتى تصبح لنا ديك البصيله ومطيشه معلكين، ما كنخليوش فيهم الماء مع الكالامار حتى هو تيطلق الماء. فلهذا البنات ضروري تخليهم حتى كينشفوا تماما، صافي هي اللي ديروا الكالامار. المهم البنات انا بعد ما نشفوا غندير لهم القزبر والمعدنوس، غنضيفهم دابا، غنضيفهم هما الاخرين ما كنديرهمش في الاول. صافي غادي نحرك مزيان مزيان الطويجين ديالي. شوفوا البنات هاد الحشوه تتولي معلكه تبارك الله، تتخليوها حتى كطيب مزيان. ودابا غنبدا نضيف داك الكالامار كما تشوفوا معايا، غادي نبدا نحط فيه بوحده بوحده. المهم كما قلت لكم نتوما على كل وحده على قد الجهد ديالها، ديروا 5 4 3، كل وحده على حسب عدد الاشخاص اللي عندك في الدار اختي. صافي البنات انا درتهم دابا، غادي دابا نخليهم يطيبوا من التحت مزيان، وعاوتاني غادي نقلبهم باش يطيبوا ليا من الفوق. صافي غادي نخلي عليهم النار اللي تتكون متوسطه، وغادي نسد عليهم، ومن بعد ان شاء الله غادي ندوزو للتقديم. ودابا بعد ما طاب لينا الطواجين ديالنا، شوف تبارك الله ما شاء الله تتصبح عندنا ديك المريقه مدغمره. غادي نزينها دابا بداك الحامض المصير، غير القشور ديالو مع الزيتون، زيتون خضر اولا زيتون احمر، نتوما على حساب داكشي اللي عندكم. صافي البنات دابا غادي نديرو في صحن التقديم كما تشوفوا معايا، راه تيجي شهوه منه، راه اللي ذاقوا عندكم غادي يعجبو ان شاء الله. والطريقه ديالو كما قلت لكم راه ساهله وكتوجد في اسرع وقت، ما كيشد ليناش لا طياب لا حتى شي حاجه، تيجي غزال 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 لا في المذاق لا في الشكل ديالو. تنتمنى البنات تجربوا بهذه الطريقه هذه. غير يا خواتاتي ما تنساونيش من واحد اللايك في هذا الفيديو، الله يعطيكم السر والله يعطيكم ما تمنيتو، وكذلك البارطاج وشي تعليق زوين يكون بحالكم الغزالات. ودابا غادي نقطعوا معكم كما تشوفوا معايا، راه تيجي ساهل في التقطيع وكذلك حتى في الشكل ديالو تيجي زوين تبارك الله ما شاء الله. ودابا مبقى ليا الا نقول لكم السلام عليكم، الفيديو جديد ووصفه جديده.